السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الزبادي الطبيعي او اليogurt. طريقته سهله جدا، كمان موفر واقتصادي وحاجه طبيعيه بدون اي مواد حافظه وبدون اي فاكهه. كده هنعمله حاجه بسيطه ان شاء الله يعجبك وتعتمديه طول شهر رمضان. كل سنه وكل حبايبي وكل الامه الاسلاميه في كل مكان بخير وصحه. اللهم بلغنا رمضان. شايفين بقى متماسك وقوامه كريمي وكمان طعمه تحفة. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا بقى يا بنات، أنا هنا جايبة إزازة لبن 2 كيلو جاموسي. تمام، فضيتها في حلة. المهم تكون الحلة واسعة عندك علشان لما تيجي تغليه وتقلبي فيه كده تكون عندك براح في الحلة. تمام، أنا هستخدم كيلو واحد بس من ال2 كيلو دول. بصوا بقى هنا كده انا رفعته على النار وسبته لحد لما بدأ يغلي. ايدي بقى تفضل فيه كده على نار هادية جدا زي الشمعة. تمام، افضل اقلب فيه كده لمدة مثلا 7-8 دقايق وانا بقلب فيه، وطبعا ايدي التانية على زرار البوتاجاز عشان ما يفرش مننا اللبن. تمام، هنا بقى انا كده سبت اللبن بعد ما غليته 7 دقايق لحد لما هدي من درجة الغليان بتاعته. تمام، صفيته وخدت كده كيلو من اللبن حطيته في الدرق زي ما انتوا شايفين، وصفيته علشان بيكون عامل طبقة كده ناشفة من القشطة لما بتسيبيه يهدى شوية عشان ما تكتلش معانا واحنا بنعمل الزبادي. نزلت عليه بمعلقة كبيرة من السكر، والسكر ده بيظبط الطعم بتاعه يخليه زي الجاهز بالظبط. جبت كده علبة من الزبادي المعلب اللي هو اي نوع بقى انت بتحبي طعمه استخدميه عشان هو هيديكي نفس الطعم بتاعه. العلبة دي 75 جرام تقريبا. بصوا كده حطيت كوباية من اللبن اللي احنا هنستخدمه ودوبت فيها علبة الزبادي. طيب اللبن اللي احنا هنستخدمه درجة حرارته مهمة جدا، ولا تستخدميه وهو لسه نازل من على البوتاجاز وبيغلي، ولا تسيبيه لما يبرد خالص. درجة حرارته كده لازم تكون اعلى من الدافية شوية، يعني زي درجة حرارة جسم الانسان كده. تحطي صبعك في اللبن تحسي ان انتي مستحملة درجة حرارة اللبن. تمام، دوبنا كده الزبادي في كوباية لبن وقلبنا في الكيلو كله الزبادي، وهننزل كده في الكوبايات او البرايم او الاطباق بتاعتنا، اي حاجة انتي حابة تستخدميها. حطيتهم كده في صينية، وكمان هحضر معايا او محضرة معايا لتر كده من اللبن من المية المغلية. المية دي مغلية، وهنزل كده هغطي نص الاطباق بتاعتي، نصها تقريبا. تمام، بمية بتغلي. بعد كده هجيب صينية وفوطين اغطي بيهم، يعني حطيت كده الصينية وكمان فوقيها فوطة، وبسيبهم ليلة. بعد الليلة دي تاني يوم بلاقيهم متماسكين بالقوام ده. تمام، شايفين بقى بسم الله ما شاء الله الزبادي بتاعنا متماسك، قوامه كريمي، طعمه حلو جدا، طعم الزبادي الجاهز بالظبط، بدون اي مواد حافظة، بدون ماكينة، بدون فرن. اهم حاجة ما تحركيش بس الصينية اللي انت حطيتي فيها الزبادي بتاعك لحد لما يتماسك معاكي. شايفين بقى حلو جدا ومتماسك. في الصيف بيتماسك بسرعة، ممكن يقعد 8 ساعات ويتماسك، وبعد ما يتماسك حطيه في التلاجة وتقدري تستخدمي منه بعد كده، تعملي منه الزبادي في البيت من غير ما تشتري زبادي تاني من بره. هيبقى عندك الخميرة بتاعة الزبادي جاهزة عندك. وما تنسيش اللايك لو عجبك الفيديو، واشتراك في القناة، واعملي مشاركة للفيديو. مع السلامة.